لما بنسمع اسم كريستيانو رونالدو بيجي في بالنا ايه؟ صاروخ ميدالية، ماكينة الأهداف، الواد اللي بيكره يخسر حتى لو في البلاي ستيشن. بس أنا جاي النهاردة أقول لك إن في رونالدو تاني خالص، رونالدو بتاع البيزنس. تفتكر إن فلوسه كلها من الكورة؟ لا طبعا. الحقيقة إن الإمبراطورية المالية اللي الدون بناها بره الملعب ممكن تكون أكبر من اللي بناها جوه الملعب. إحنا بنتكلم في ماركة عالمية، فنادق، برفانات، هدوم، جيمات، حوار كبير. في حلقة النهاردة بقى هنفتح دماغ رونالدو دي ونشوف بيفكر ازاي كرجل أعمال. هنحلل كل خطوة عملها، وهنطلع بدروس أي حد فينا يقدر يستفيد منها لو بيفكر يبدأ بيزنس. يلا بينا نخش في الموضوع على طول. البراند الشخصي، حوار السي ار 7 ده. نبدأ بأهم وأول حاجة، ازاي عمل لنفسه براند. الموضوع مش مجرد اسم وشهرة. رونالدو من زمان وهو بيلعب في مانشستر يونايتد فهم ان القصة مش في رجليه بس، القصة في اسمه وصورته. فمسك الحرفين بتوع سي ار وحط جنبهم رقم 7 الأسطوري، وعمل لنا لوجو بسيط بس عبقري، سي ار 7. الكلمتين دول بيجوا أكتر من مجرد اسم، بيجوا ماركة مسجلة. الماركة دي بترمز للقوة، للالتزام، للشياكة، للنجاح. لو بتشوف اللوجو ده على أي منتج مخك على طول بيربطه بصورة رونالدو وهو بيرفع الكاس أو بيعمل سي. الدرس هنا لأي حد بيبدأ بيزنس، سمعتك واسمك هم أهم حاجة. قبل ما تفكر هتبيع ايه، فكر الناس هتشوفك ازاي. البراند بتاعك هو اللي يخلي الناس تثق فيك وتشتري منك. بزنس الصحة والجيمات، اللعب في ملعبه. رونالدو قال لك أنا أكتر حاجة بفهم فيها هي إيه؟ جسمي وصحتي. كلنا عارفين إن الراجل ده مهووس بالتمرين والأكل الصحي، لدرجة إنه في مرة في مؤتمر صحفي شاف إزازتين كاكولا، راح حاططهم على جنب وقال للناس يشربوا مية. فهو ما حبش يبقى مجرد وش إعلاني لشركات رياضية، لا ده قرر يفتح البيزنس بتاعه هو. راح عمل شراكة مع سلسلة الجيمات العالمية كرانش، وفتحوا مع بعض جيمات سي ار 7 فيتنس. الفكرة هنا مش انك بتروح جيم عادي، لا انت بتروح مكان متصمم على فلسفة رونالدو في التمرين. هو هنا بيبيع لك مصداقية. لما رونالدو يقول لك اهتم بصحتك، انت بتصدقه لانه عايش كده فعلا، هو مش بيمثل عليك. الدرس هنا، اشتغل في الحاجة اللي بتحبها وبتفهم فيها. لما البيزنس بتاعك يكون نابع من شغف حقيقي، ده بيوصل للعميل على طول، بيخليه يثق في المنتج بتاعك. الموضة واللبس، من الملعب للدولاب. بعد ما عمل الاسم والبراند بتاعه، كان لازم يكسب منه فلوس مباشرة، فدخل عالم الموضة والأزياء بس بذكاء. أول حاجة بدأ بيها كانت خطة ملابس داخلية سي ار 7 أندروير، ودي كانت حركة ذكية لأنها منتجات استهلاكية والناس بتشتريها على طول. بعدها الحوار كبر، بقى فيه أحذية وجنز ونظارات، وطبعا برفانات زي ليجاسي وغيره. والعبقرية هنا في التسويق. مين أحسن موديل للمنتجات دي؟ هو طبعا نفسه. كل صورة بينزلها على الانستجرام وهو لابس ماركته، دي في حد ذاتها حملة إعلانية بملايين الدولارات. الدرس هنا، لو عندك متابعين أو جمهور على فيسبوك، دول كنز. اعرف ازاي تقدم لهم حاجة هم محتاجينها ويستفيدوا بيها، وساعتها يشتروا منك وانت مغمض. الفنادق والسياحة، شراكة المعلمين. رونالدو ما اكتفاش بالمنتجات اللي بتتمسك في الإيد، قال لك أنا عايز أبيع للناس تجربة. ومن هنا دخل في قطاع الفنادق والسياحة. بس هو فاهم إنه مش خبير في إدارة الفنادق، فعمل إيه؟ راح لأكبر مجموعة فنادق في بلده البرتغال، اللي هي بستانا هوتيل جروب، وقال لهم تعالوا نعمل شغل سوا، أنا بالبراند والاسم بتاعي وانتوا بالخبرة والإدارة. وعملوا سوا سلسلة فنادق بستانا سي ار 7. الفنادق دي مش فخمة وخلاص، لا، دي معمولة علشان تعيشك في عالم رونالدو. الديكور كله عصري ورياضي، في كل حتة تلاقي صور وتذكارات ليه. فتح فروع في لشبونة ومديرة اللي هي مسقط رأسه، ومدريد ونيويورك ومراكش. الدرس هنا ببساطة، اعرف نقط قوتك ونقط ضعفك. مش لازم تعمل كل حاجة بنفسك، روح شوف اللي بيفهم فيها واعمل معاه شراكة. السوشيال ميديا، ماكينة الفلوس الرقمية. نتكلم بقى عن الوحش، السوشيال ميديا. رونالدو هو أكتر شخص على كوكب الأرض عنده متابعين على الانستغرام. احنا بنتكلم في حوالي 600 مليون متابع. انت متخيل الرقم ده؟ ده تعداد سكان قارات. الحسابات بتاعته دي مش عشان صور وهو بيصيف، دي ماكينة فلوس بالمعنى الحرفي. البوست الإعلاني الواحد اللي بينزله شركة تانية ممكن يعدي $1,000,000.
ده غير إنه بيستخدمها كمنصة إعلانية مجانية للبيزنس بتاعه، بيوفر ملايين كان المفروض يدفعها في التسويق. الدرس هنا واضح زي الشمس، لو عندك بيزنس ومش موجود أونلاين بقوة يبقى أنت فايتك كتير. السوشيال ميديا هي أسرع وأسهل طريق توصل بيه للعميل بتاعك. تنويع الاستثمارات، ما تحطش البط كله في سلة واحدة. جنب كل ده فلوسه شغالة في حتة تانية كتير. مثلا دخل شريك أساسي في مجموعة عيادات لزراعة الشعر اسمها نسبيريا، ودي من أنجح استثماراته. عنده استثمارات في شركات تكنولوجيا وتطبيق للموبايل وعطور، موزع فلوسه في كل حتة. هو ببساطة بيعمل كده علشان يقلل المخاطرة. لو بيزنس منهم وقع أو حصلت فيه مشكلة، بقية المشاريع التانية تفضل شغالة وسنداه. الدرس هنا مهما كان البيزنس بتاعك ناجح، اوعى تعتمد على مصدر دخل واحد، تحطش البط كله في سلة واحدة. العقلية المصنع اللي بيطلع كل ده. في الآخر كل اللي حكينا ده من فنادق لهدوم لجيمات كله طلع من حاجة واحدة، عقلية كريستيانو رونالدو. نفس الدماغ اللي خلته أحسن لاعب في العالم هي اللي بتدير البيزنس بتاعه. الالتزام القاتل، الطموح اللي ملوش آخر، إنه لازم يبقى رقم واحد في أي حاجة بيعملها. هو بيتعامل مع اجتماعات البيزنس بنفس الجدية اللي بيتعامل بيها مع نهائيات دوري الأبطال. يبقى بعد كل الرغي ده إيه الزتونة اللي نطلع بيها من قصة رونالدو رجل الأعمال؟ واحد، اعمل لنفسك اسم وسمعة كويسة لأن دي البراند بتاعك. 2، اشتغل في الحاجة اللي بتحبها علشان تبدع فيها. 3، جمهورك وقوتك اهتم بيه. 4، مش عيب تطلب المساعدة وتعمل شراكات. 5، نوع مصادر دخلك، ما تحطش البط كله في سلة واحدة. 6، ودي الأهم، العقلية. القصة كلها مش فلوس، القصة كلها بتبدأ من هنا. يلا أشوفك الحلقة الجاية، سلام.